تعال اقول لك انا ليه لسه متخوف من منظومة الدفاع في النادي الاهلي، وان لسه برضو عندها نفس المشاكل المتكررة. هنبص هنا في الدقيقة 16 واول هجمة مرتدة لنادي الزمالك، هنلاحظ ان عمرو ناصر اتحرك بذكاء بين الخطوط وخصوصا في ظهر مروان عطية، وده اللي فتح له مساحة كبيرة. ومع تقدم ياسر الخطوتين اللي اخدهم دولت، بقت المساحة تماما كبيرة انه يكسر اخر خط دفاع للاهلي. وبالفعل ناصر ماهر لعبها له وفي التايمنج المثالي فعلا، وعمرو ناصر اتحرك كويس جدا فرد بالشناوي. لو بصينا للقطة دي ونرجع لماتش سيراميكا، هي بالظبط كرة الجول بتاعت سيراميكا، لما اوتاكا اتحرك من الجنب خالص لحد ما استنى ان ياسين يتحرك وياخد خطوتين، واتحرك في المساحه دي واتلعبت له وانفرد وسجلها. نفس الكره بالظبط اصبحت المساحه اللي بالخط الاصفر دي لما ياسر رحل وتقدم، ومروان متاخر شويه وياسين اللاعب خطفه. هنا عمرو ناصر انفرد، ولولا التصرف الخاطئ من عمرو ناصر والتصرف السليم من الشناوي اللي قفل عليه الزاوية وخلاه يرجع ما يلعبش بالعرض أو يشوط في الجول، وخلاه يتصرف غلط وأربكه شوية، كان زمانها تبقى جول وهتبقى بالكربون نفس الكرة بتاعت سيراميكا. فعشان كده أنا لسه متخوف برضو من فكرة المنظومة الدفاعية في النادي الأهلي، وإن هي لسه محتاجة شغل كتير برضو.